قبل ما نبداو شي شوياك واحد المساهمه جمعيه اتاك ياك ثلاثه المرات 5 المرات غير نساليوها اتاك. غنعاودوها المره الثانيه 3 هذيك اتاك الثانيه في القمه ياك باش تبقى ديما في القمه. هذه هي ديالنا لهاد الناس باش تبقى ديما في الاتاك في القمه وهما في الحفره وقريبه الحفره لهم ياك. واحد جوج ثلاثه صباح واحد صباح واحد خلاص ابراهيم يلا صباح واحد شوف اتاك المره الثانيه الاول واحد الله عزيز كل معنا ديال اللي تنجموا على هاد اللعيبه والله. شوف ثلاثة في القمة دايما صحيح. 20 فبراير أكادير الكبير اسم هذه الحركة هذه اللي هي ديال الشعب المغربي واللي هي بثت على أعلى سلطة في البلاد بأنها تنقص من الصلاحيات مجبورة عليها. ما قدرش يديروها الأحزاب ما قدرش يديروها الناس وقدرت دير هذه الحركة هذه بس من أعلى مؤسسات الدولة تنازلات وغادي تنازل وراه ما يمكنش تبقى غتستمر التنازل ديالها باسم هذه الحركة هذه اللي عطات لجميع الموظفين بمدارك الثمين والتحت والفوق زادتهم منحة ديال 600 درهم في السرير ديالهم. هذه الحركة هذه اللي مازال كتستمر وكيستافدوا باسم هذه الحركة هذه اللي الشعب المغربي الكبري ما عنده ما يدير قدر انه يبني ويدير الدار ديالو رغم الفلوس اللي كانت كتعطى للعمالة والبلديات والمقسمين والشيوخ والقويات وغير ذلك باش يبنيو ورغم ان اموال كانت في الاراضي كانت كتعطى مفتوحه وكانت كتعطى للناس اللي عندهم الفلوس وكانت اختلافات. دابا بقى المواطن المغربي انه يبني بالطريقه اللي بغا ومن حقه لان الناس ما عطاوش حقهم. حركه 20 فبراير في التاريخ ديالها ما يمكنش تنسى لان الجمعيه اللي حطتها هي جمعيه اتاك. فتحيه لهذه الجمعيه هذه 20 نختوده 20 القا ورقيق 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 نختوده. هذه الجمعيه اللي جميع الجمعيات بانهم والاحداث بانهم ضدوا الوجود ديال 20 فبراير. جمعيه اتاك في اكادير حلات الباب ديالها واستنصرت حركه 20 فبراير لانهم امنوا بمشروع حركه 20 فبراير. فما كان هذه الجمعيه الا انها كيكون هناك تهديد باقفال هذه الجمعيه هذه وكتكون متابعه لصيقه بالعناصر والمناضلين اللي كيشتوا في هذه الجمعيه هذه. هاد اللصقه ديال ايهي اللي كتنحبس عليهم الانفاس ديالهم الصباح وفي العشيه. هاد الناس هادو اللي هما كيتحملوا هاد المسؤوليه هادي غير نذكرهم بداكشي اللي عندهم هما واللي كيامنوا به هما بانهم كيامنوا انهم كيعطيو لجميع الجمعيات كيعطيوهم الدم كيعطيوهم الفلوس هما حق مشروع. حين هاد الدم هذا ما كيتلقى منه عطاك الا العصا والهرواكه والبره. قبيله مية في المية لأن كنعرف هاد الدواليز هادي. النهار اتاك تقول 20 فبراير لا وتقول المعطلين لا ويقولوا لنا غيجيو الدم سخي وغادي ياخذوا جميع المناضلين ديالهم الامتيازات اللي ما تعطاش الرؤساء ديال الاحزاب غياخذوها. ولكن ايمان قوي عندي بان المناضلين هم شرفاء وغيبقاو شرفاء حتى تحقيق المطالب ديال الشعب المغربي لان هذا هو الايمان ديالهم معرفه ديالي بهذا الناس هذا. فحركه 20 فبراير هذه الحركه هذه هي جامع الصوت
ديال المغاربه كاملين باننا جميع انت كيف ما كان فرد مغربي واحد اننا كنتناضلوا معاه. راه اي واحد مغربي يتصاب ولا يتجرح ولا يتسب ولا تهان الكرامات ديالته واخا يكونوا منهم هما ويجيو يقولوا لنا ودي راه صابنا وتهكلنا غادي نمشيو نخرجوا معاهم وضدهم هما، لان حنا ضد الفساد وضد الظلم وضد الاهانه ديال المواطنين. اختي الوالده دابا على عري واحد برملي دابا من داري الزكان. اذا دابا السبيطار تتهانوا فيه، راه عباد الله مليحه السبيطار تتموت، عباد الله لا تلاح في السبيطارات مليحه ما كاين يبدا فيها، يتخلصوا الملايين على حنا بهايم. عاملين بحال الحشرات تيقول لنا غير الفخوش فينا واحد الحق والعداله تفجحوا فيها في الدوزين ديالهم بهذاك الاعلام المشوه. يمشوا للكوارث، يمشوا للاحياء الفقيره، يمشوا للبؤساء والعمال في الحقوق ديال الاقطاعيين، يشوفوا العاملات اللي تنوضوا مع 4 الصباح وتيمشوا بحال بالكاميه ديالهم تيخدموا ب 50 درهم 10 الصباح 5 دراهم تيحردوا بهم كل بكر. فين هي الادميه؟ فين هي الانسانيه؟ هاد العمال اللي تضربوا ثمنها تيربحوا المنار تيميزوا المال على ظهرهم، هاد الباترون تدعمهم الدوله والعمال مهمشين. فين هو هاد المداوره المشؤومه اللي تلي هاد الملايين ديال الفقراء ديال العمال؟ التغيير التغيير هذا ضرب الجماهير، التغيير التغيير هذا ضرب الجماهير، التغيير التغيير غير من اعضاء ديال المجلس البلدي ولا كان غير من الناس ديال الامن ولا كان من الناس ديال الولايه ولا كان من الناس ديال القضاء. هاد المستند الفاسد هادي وكان شوف ليه في اقل من 5 دقائق ودا ليه سكانر ودار ليه فلوس ويجيو يجيو يتوافقوا، ولكن المواطن هذا هو المصير ديالو. اخر كلمه ما نساش التضامن ديالنا مع المعتقلين، التضامن ديالنا مع المعتقلين جميع المعتقلين، وخصوصا بان المغرب الان عاد متادي انتهى السياسات ديال القمع ودير واحد الخطه جديده. اشنو هي الخطه اللي انتهزها؟ هو ان الناس بقاو يتحاكموا محاكمات باش على الاقل لا يديك 3 شهور لا 4 شهور والحركه غادي تموت وعباد الله لنا الاغلبيه تحتاجها. ولكن اعتقلوا هادو واعتقلوا مراتهم وصهاتهم وعيالاتهم وولادهم وراه غيطلعوا الناس من فوق الحجار وغادي يطيروكم بغيتوا ولا ما بغيتوا، لان هذا هو الصوت ديال الشعب المغربي وغادي يبقى. كذلك تحيه خالده روح ديال الشهداء المغرب كاملين، شهداء جميع الشعب المغربي اللي هذا النظام هذا النظام الخبيث اللي كيقتل فيه منذ 100 سنين، ثم الشهداء ديال حركه 20 فبراير. هذه الحركه هذه راه قدمت شهداء. الشهيد خلصيه لا تنازل عن القضيه، الشهيد خلصيه لا تنازل. العميق جمعيه اتاك ونتمنوا لها التوفيق في المسيره ديالها وانها تكون هي النواه ديال التغيير في هذه البلاد هذه وفي هذه المنطقه اكادير الكبير. تحيه.